اخ معاويه الشامي، وين راح الخبير ابو شومه؟ معاويه الشامي حتى ارجع للاخ ابو عائشه والشيخ صلاح. تفضل معاويه الشامي. العفو ابو كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا بالشيخ يا معاويه. استاذ وعد، حيا الله شيخ معاويه الشامي، حياك الله. انتوا عم بتجيبوا صفات الله، عم تذكروها وعم بتكيفوها. الشيخ ابو عائشه روى الحديث على فهم السلف وعلى فهم اهل الحديث. نحن كيفنا رجل الله كيف ليس كمثله شيء. اذا بدنا نجي نكيف قدم الله او رجل الله في النار، نحن ممنوع نكيف. بس اذا نجي على عقيدتكم هي رحمه الله، نقدر نقول رحمه الله على اهل النار يطالعوا من النار. يعني جوابها بسيط، جاي تقول رجل يمين ورجل يسار والله مقسم، هذا الحاد يا استاذ وعد. نحن بنفهم فهم السلف الصالح. خلص لا نكيفها لا نكيفها. اذا بدنا نجي على عقيدتكم نقدر نجاوبكم. النار نكيفها. لا شيخ معاويه الشامي، قدم الله هي رحمه لاهل النار، هي رحمه من الله. اذا الرجل رب العالمين يعني رحمه رب العالمين. شفت نحن لا نكيف هذا على قولكم. يعني الله لما قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ودانا رجله. يعني ينفع اقول عبد ابو رجل؟ كل حديث له سياق. انت يا الشيخ معاويه الشامي، يعني انا احب اتكلم مع العلماء من امثال الشيخ معاويه الشامي. الشيخ معاويه الشامي يعني اذا الله تبارك وتعالى قدره في جهنم والهرولة من الصفات، اذا اراد يهرول هو جهنم لو يطلعها من جهنم. نحن لا نؤول صفات الله. يا رجل ما سألتك عن التأويل، سألتك عن الهرولة. الله عندك يهرول ورجله بجهنم لو يطلعها ويهرول. لازقه برجله. نحن لا نكيف الصفات يا استاذ موسوي. انتم عنكم علي هو ربكم، وعنكم هذه العتبات تعبدون غير الله. اذهب الى عتباتك وطهرها، وطهر هذه المقابر التي تعبدوها، ثم تعال الى اهل السنه. هذا التوحيد. اي توحيد عنكم؟ هذا توحيدك يا شيخ معاويه الشامي. شيخ معاويه الشامي هذا التوحيد. يعني الان لما نسالك يسالونك الاخوه يقولوا لك القدم هل هي اليد ام القدم تختلف عن اليد؟ نحن لا نؤول الصفات يا رجل مو على التأويل. انا ما اول، انا اتبع توحيدك اصير موحد مثلك، بس اريد افهم القدم هي اليد نفس اليد لو تختلف عنها؟ والله هذا دين واحد ربهم يدخل جهنم. صدق كذي. الله سبحانه وتعالى ذكر اليد وذكر القدم. نحن ناخذها على ظاهرها. يعني القدم غير اليد. نعم القدم غير اليد، القدم ليست هي اليد، صح؟ لا ليست هي اليد. نحن ناخذ الصفات كما هي لا نؤولها. يعني ربك مختلف، قدم شيء ويد شيء. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. صح ليس كمثله، بس قدم غير يده. لا نستطيع ان نتكلم بهذه اللغه. ليس سيدنا شيء. لحظه انتهى. يا استاذ انا ما اريد امثل، لكن رجل رب العالمين دخلت جهنم، صح؟ رجل رب العالمين دخلت جهنم، صح؟ الله نحن ناخذ الحديث على ظاهره. ايوه على الظاهر. لك بابا انا ما دا كيف، بس اسال سؤال على الظاهر. على الظاهري رجل رب العالمين دخلت جهنم، صح؟ وهل جهنم هل صح لو غلط؟ هو الذي خلق. لك حبيبي انا بعدني مسائل بس اسس. انتم على الظاهر تقولون ان رجل رب العالمين دخلت جهنم، صح؟ صحيح هذا كما ورد في الحديث. رحم الله. ليش تشلع قلبي؟ خلاص يا شيخ معاويه الشامي، تدري انا احترمك، لا تشلع قلبي. قول لي صح. زين الان الرجل دخلت الى جهنم وقلت صح. الايد برا جهنم لو وياها.
هلا بلشت تكيف هون وتقسم. نحن لا نستطيع ان نتكلم بهذه اللغات. نحن نفهم فهم السلف الصالح. انا ما اقسم، انا ما اقسم لك حبيبي. الرجل داخل جهنم، الايد وياها ولا خارجه؟ خارج جهنم. يا استاذ وعد الله ليس كمثل شيء. ليش قاعد تساله بالتكييف يا حجي وعد؟ يا استاذ معاويه الشامي، الله انتم قلتوا الله عنده قدمين، صح ولا لا؟ هذا ما ورد بالحديث. تفضل. وين موجوده ذني القدمين الان؟ الله يعلم بذاته، ذات الله لا نستطيع. لا ابن عباس يقول الكرسي موضع قدمي الرب، حديث صحيح، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الارض في 6 ايام ثم انا سألتك على الايام. انا اقول لك ابن عباس يقول الكرسي موضع قدمي الرب، يعني 2 القدمين على الكرسي، تمام ولا لا؟ صحيح. اما ما هو الكرسي؟ ما سألتك عن ما الكرسي، ما سألتك. الكرسي يليق بجلاله، انا هذا الكرسي يليق بي، وحجي وعد عنده كرسي يليق بي، وحجي ميثم عنده كرسي جوزي. انا ما علي بالكرسي، انا علي الان انه رجله على الكرسي، صح ولا لا؟ ما ابي اطيط، والله ما ابي اطيط. هاك شوفه بس جوزي. يا ابو كريم انتم عم تفهموا الحديث بدك تكيفوا. نحن لا انا ما اكيف، انا اقول لك انه الاثنين على الكرسي. الان لما النار بالكرسي لو خارج الكرسي النار. انا لا استطيع ان ادخل بذات الله ولا بقدرة الله. يا عمي خليني احكي لك بالرياضيات. انت قلتوا ان السماوات والارض بالنسبه للكرسي كحلقه في فلات، يعني بصحراء، والكرسي بالنسبه للعرش حلقه في فلات. الان حجمتم، انتم قلتوا الارض كذا وكذا اصغر من الكرسي. الان ربك 2 قدمه على الكرسي، والجنه غير مكان. الان لما يشيل قدم من الكرسي يخليها بالنار، يصير رجله مفتوحه لو مسدوده؟ والله هذا ما ورد عن السلف الصالح. ادري، هو عقله لازم يشبك، يعني من واحد يمشي يخلي رجله هنا ويخلي رجله بمكان ثاني، شلون؟ اما 2 بالنار او 2 على الكرسي. خلي اشوف ابو علي الجب هذه يسال سؤال لابي عاش.